الو، تبي الحاضر انت؟ شنو هذا؟ اول ما بدا الموضوع مهدي نزل ستوري كتب حمزه ارجي عندي نيك كفوف. اتصلت به طبعا قبل كل شيء. لما انت تتعارك انت وصاحبك يودي يعتبروني هنا سربت التراك، مش مفروض يتصل بي يقول لي خيرك درت هيك، سواء بيتعارك معي ولا بيحلها. ما دارهاش هو موضوع على النت وشو، لان عنده تراك بينزله يبي الدنيا تطير هيك. شوفوا المهدي يتعارك، حلو الكلام حلو الكلام. نزل قال ار جي عندي هنيك كفوف، مع انه ما يقدرش حتى تعرف يولع سبسك. انا ما قلتلاش حاصله. نزل ستوري اتصلت به ما ردش، نزل ستوري تاني قال انت سوسه وانت مسرب التراك، والتراك يشهد بالله علي وربي ان شاء الله يسقطني والله ما عندي التراك. سامعه والناس كلها عندها. وشوفوا تعليقات التيك توك لايفات المهدي اللي يجي فيهم على التراك، تلقوا هالبنات معلقه كاتبه التراك عندي، الدس عندي، هالبربريه كاتبينها وجمهور وناس عاديه. المهم لما نزل ستوري الثاني يتحدى فيا، قال لي انت راجل نزل ستوري ولا توهم، وانا ولا لما ننزلك ليش شو مش عارف شنو وكذا، واحد يحسبني نوم في حوض. حلو الكلام حلو الكلام. اتصلت به، هذه دو غليظه يا شيباني، فهمتني؟ اتصلت به ما ردش علي. انت تستفز فيا، نزلت له ستوري. قلت لا نقول لك حاجه، مش انت بتتحدى فيا كان كراجل نزل ستوري. نزلت ستوري والتراك بنزله عندي، والتراك نزلته في قناتي وامس مسحت ترى قبل ما ننزل تراكي، لانه ما يشرفنيش التراك في القناه. نزلته باش نحرقوا له بس، لانه ما هوش راجل وما واجهش. حلو الكلام حلو الكلام. دقيقه بس. الو. المهم شن صار لما نزلت التراك؟ قاعد يفتح في لايفات يسب لي فمي. مش هذا انتوا شبحتوني هنا لما نزلت التراك في ستوريات وكذا، كلها صور وندير في روابط وندير في كتيبه. ما فتحتش كاميرا ودويت بوجهي بوك، لان كنت في مصحه المسره، كنت بالتغذيه 3 ايام تمام. قولون عصبي وانا مريض اعصاب، قصدي جتني نوبه متاع انهيار حاد في الاعصاب. مشكله صايرت لي في حياتي الشخصيه، صاير لي انهيار عصبي، فقعدت في المستشفى 3 ايام يعطوا فيا في الدواء وكذا، لان دواء الاعصاب ما يعطولكش شيء يباني في يدك تروح به، يباري يضربوا لي فيهم وتغذية حتى ماكله مش قادر ناكل تمام. وهو يدوي 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 يركب مع التاكيشي، دواء في الانستا، دواء في الفيس، دواء بروحه، دواء هو لابس نظاره، دواء هو متقربع، دواء هو صاحي. طبعا دواء 7 مرات وهو متقربع ومره هو صاحي. نتحداك مهدي تفتح توا لايف من غير نظارات. انا مدلز لك عينك، وريني وجهك من غير نظارة. امس مدلز لك عينك. حلو الكلام حلو الكلام. لما انا سربت التراك قاعد يسب لي فمي واو 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 واو. والستوري اللي شفتوه امس هذاك يعني انتوا فاهمين غلط، جايين تسبوا فيا وكذا ومطلعيني هنا سوسه. يعدي بقى يعتبرني انا درت الموضوع. هو مش صاحبي وتعرفوه صاحبي. الاسبوع اللي فات معكس معي فاتح لايف، علاش ما يتصلش بيا يقول لي حمزه خيرك درت هيك ودرت هيك ودرت هيك؟ حكموا عقلكم بعقلكم الدنيا. واحد دار هيك معناها واضح موضوع شنو، موضوع نت وشو وعياط في النت. اقسم بالله لايف هذا ما نبي نديره، اقسم بالله ستوريات ما نبي نديرهم، اقسم بالله دس ما نبي ندير. راني نظيف، نظفت روحي، ما عادش ندوخ، ما عادش نبي نخش على المواضيع هذه، ما عادش نبي نصاحب الناس الخامرة هذه. انا موضوعي كله انتو مش فاهميني. في ناس انا لقيتها خاشة تسب فيا يقول لي طحت من عيني، وهم مدايرين لي فولو، ناس نعرفها تتابع فيا تنشر لي ويحبوني. ممكن ليهم 2 3 ولا 5 سنين ممكن يا اخي نشبح فيهم يعلقوا لي. لا وتاني لقطة بالله عليك، انا بدي يعتبرني سربت التراك، تنزل رقمي في ستوري يا ولد القحاب. نزل رقمي في ستوري، نزل لي ارقامي في ستوري. هو نزلت لك 11 رقم، 4 مسكرات و7 مفتوحات. حرقت لك شفراتك كلهم برا ونشري. تقدرش تشري شفرة انت، يشروا لك شفرة. انا ما بيش ندوى الدوايا. هاي نقروا الزب
لا ده صاحبي والله تعبني، يلا حرق لي رقمي. تضحكوا؟ لا والله لا حتى انا نضحك في الليل، ريتو في الليل نبدا نرد على المكالمات نضحك نحيلي من الناس اللي تسب اللي يتصلوا RGD كوا. يا اخوي نقول الساعة 4 في الليل، امس واحد متصل بي السبعة في الليل الصبح، شن قال لي؟ ترى نوضني من النوم راقد انا، راه من الساعة 12 اتصل من الساعة 1 ممكن هيك، اتصل بي واحد الساعة 7 الصبح قال لي مليحة جنود الخفاء. قلت له روح يودي القحبة. تعبوني الاتصالات، مش المهدي ما يتعبش حتى روحه، حتى اخوي ياسين ما يقدرش يتعبه. هذا فالح غير يسب فمه ويضرب فيها ويضرب فيه عبد الهادي ويروح ينيك. اقسم بالله انا متحشي من سب لامه على خاطر عبد الهادي اخوه، مش خوف، عبد الهادي راجل، ياسين ينيك زامل حتى هو، لان اتصل له دويدي ومنيكه. لكن عبد الهادي راجل، وعبد الهادي تقول شامها. قبل ما يصير الموضوع لما معكس انا والمهدي اتصل بيا وقال لي سموا فيه لا محمد رسول الله، قال لي بالله عليكم كان صار بيناتكم موضوع ما تخلوش شيء في النت، وجيت منه هو من خوه. انا تسب لي امي الو